قصتنا النهارده بتبدأ مع وحش بحري صغير اسمه لوكا، وبنلاقيه كان عايش حياته كلها في الريفيرا الإيطالية، وبالرغم من إن سنه لسه صغير إلا إنه بيقوم برعاية مجموعة كبيرة من السمك في قلب البحر، وبنلاقيه طول الوقت كان خايف إن سمكة تتوه منه كده ولا كده عشان مامته ممكن تعلقه فيها، وبعد ما بيطمن على كل السمك بتاعه بنفهم قد إيه إن الزهق مش سايبه في حاله، وساعتها بيلفت انتباهه حاجات شكلها غريبة جدا من صنع البشر بيكون لا فاهمها ولا حتى عارفها، وفي الوقت ده بنعرف إن كان كل حلمه إنه يطلع من القاع ويعرف يحقق كل حاجة كان بيتمناها. وهنا صوت مامته بيقطع عليه حبل افكاره وبيرجعه للواقع وسط عيلته اللي دايما كانوا خايفين عليه انه يطلع من البحر، ومفيش اي حد بيكون حاسس بمشاعره غير جدته لانه شكلها كده كانت في الطراوه زيه وشاريه دماغها من كل حاجه. واول لما بيرجع لوكا عشان يكمل استكشافاته للحاجات البشريه فجاه بيظهر له كائن غريب، وتحس كده انه عامل فيها اللهو الخفي لكنه بيطلع في الاخر وحش بحري زيه. والغريب كمان انه اول لما بيخرج من الميه ورجله بتلمس الارض بيتحول لبني ادم، وهنا بتكون لحظه التحول لاول مره في حياه لوكا، لكن خوفه من اهله بيخليه مجبر انه ما يسيبش نفسه اكتر من كده. وبعد ما بيرجع تاني للقاع بيكون مش عارف انه يبطل تفكير وبيحاول يلاقي اي حيله تقدر تخليه يطلع تاني من البحر، وساعتها بيجيله نفس الكائن وبيحاول انه يشجعه عشان يتغلب على خوفه، وبيبدا بقى لوكا يحاول انه يتعامل زي البني ادمين، ووقتها بيساعده صديقه الجديد البرتو بحكم خبرته على الارض، وبيفضل يعرفه كل حاجه جديده بيشوفها، وفي نفس الوقت بنلاقيه قاعد بيستعرض قدراته البشريه عليه، وعشان يقرب المسافات بينهم بياخده على بيته، وهناك بيطير عقل لوكا اول لما بيشوف صوره الفيسبا متعلقه على الحيط، وفي اللحظه دي بيخطر على بالهم انهم يصنعوا واحده على قدهم، وفعلا بيبداوا يشتغلوا هما الاتنين بايديهم واسنانهم، لكن للاسف في اخر اليوم كان لازم يرجع لاهله عشان ما يكشفوش سر، وتاني يوم ما بيصدق يطلع عليه النهار وطيران على البرتو عشان يجربوا الفيسبا اللي عملوها، بس يا فرحه ما تمت لانها بتتكسر 100 حته ومش بيلحقوا يتهنوا بيها حتى يوم واحد، وبعدها بيطلع في دماغهم يصنعوا واحده تانيه بدل اللي خربوها، وما شاء الله عليهم طلعوا عفاريت ومش بيزهقوا ولا بيملوا. والمره دي بقى بيحاول البرتو يقنع صاحبه انه لازم يتغلب على خوفه ويجربوا الفيسبا الجديده سوا، وفعلا بنلاقي لوكا بيطوع وشكل كده تهورهم ده هيوديهم في داهيه، ومش بيحسوا بنفسهم غير وهم واقعين على جدور رقبتهم، لكن الحمد لله بينفذوا من الموت باعجوبه. وساعتها لوكا بيحس بفضل وجود البرتو في حياته مع انه كان شغال هبد عليه وبيقنعه ان النجوم عباره عن سمك انشوجه، وكان كل حلمهم يكون عندهم فيسبا حقيقيه عشان يقدروا من خلالها انهم يعيشوا حياه كلها انطلاق وحريه. وبيفوق لوكا من الحلم على صدمه ان اهله كشفوا حكايته على السطح، وبيحاول انه يدافع عن نفسه باي طريقه، لكن بيتفاجئ انهم خلاص قرروا انه هيروح مع عمه اوجو اللي بيعيش في اعماق البحر، ومش كده بس ده كمان هيفضل معاه لنهايه الموسم، وكل ده طبعا عشان يحوطوا عليه ويخلوه في امان. وعلى طول بيروح لوكا عند صاحبه وبيشكي له همه، وقتها بيلعب البرتو في دماغه انهم يهربوا على بلد البشر، وفعلا بيقدر انه يقنعه بفكره الحريه وبيرموا كل حاجه ورا ظهرهم وبيشقوا طريقهم الجديد مع بعض. واول لما بيوصلوا بيحاولوا يامنوا نفسهم على قد ما يقدروا، وبنلاقي لوكا مش مصدق نفسه انه اخيرا بقى عايش وسط البشر، وبالرغم من كده بيحس بالخطر من الصيادين، وبيطير عقلهم اول لما عينيهم بتقع على فيسبة شاب تاني اسمه ايريكولي، ومن حلاوتها كان قاعد بيتنطط على خلق الله، وحظهم السيء بيحطهم في موقف مش احسن حاجه معاه، وبيعرفوا كمان انه الفايز ببطوله بورتريسو الخمس سنين اللي فاتوا، وطبعا بيكون مقضيها تنمر عليهم يمين وشمال لحد ما بتنقذهم من تحت ايده بنت شكلها كده من اكبر منافسينه، وبيكون مش عاجبها انه بيحاول يستقوى على المستضعفين اللي لبسهم وشكلهم بيكون مختلف زيها. وفي اللحظه دي لوكا والبرتو بيفضلوا وراها لحد ما بيعرفوا ان اسمها جوليا، وبيسالوها عن كل تفاصيل سباق بورتريسو، وطبعا بيطير عقلهم لما بيعرفوا ان بفلوس الجائزه بتاعه المسابقه يقدروا يشتروا فيسبا جديده، وبيحاولوا يقنعوها انهم يدخلوا معاها المسابقه ضد ايركولي، وساعتها بتشترط عليهم انهم يفرجوها الاول على مهاراتهم، لكن زي ما انتم شايفين لوكا الفشل مش سايبه في حاله. بالرغم من كده جوليا كانت قاعده بتحاول انها تجيب اخره، وبتبدا تقتنع بيهم بس لما بتحس انهم بيحلموا يوصلوا للفوز زيها، واخيرا بتوافق انها توزع عليهم الادوار ويبقوا فريق واحد جوه المسابقه، وبتقرر انها تاخدهم عند باباها اللي شكله كده كان من كبار الصيادين يمكن يقدر يوفر ليهم فلوس الاشتراك بتاعه المسابقه. واول لما لوكا والبرتو بيشوفوه بيكونوا هيموتوا من الرعب، وخصوصا بقى لما بتعرفهم جوليا بخبر المكافاه اللي البلد عاملاه لاي حد يمسك وحش بحري، وساعتها بيقترحوا على والد جوليا انهم ممكن يساعدوه في الشغل لما بيلاقوا ظروفه مش قد كده اليومين دول، وبعدها بيوفر لهم مكان يقدروا يباتوا فيه، وبتفضل سيره الفيسبا طول الليل مسيطره على كل تفكيرهم. وفي نفس الوقت ده بنلاقي اهل لوكا بيدوروا عليه، ويا عيني حالتهم بتكون صعبه على الاخر وشكلها كده اول مره يطلعوا فيها من البحر. اما بقى لوكا وصاحبه فالمطر عملت معاهم فوق الصح، بس الحمد لله ربنا سترها معاهم في اخر لحظه ومحدش خد باله، وبيروحوا مع بابا جوليا يساعدوا في الشغل عشان يقدروا كمان يوفروا فلوس الاشتراك بتاعه المسابقه، وطبعا بحكم خبرتهم بيقدروا يحددوا المكان المناسب اللي يصطادوا منه، وفعلا بيرجعوا محملين ومعاهم الخير كله وبزياده، وبينجحوا اخيرا في تحقيق التارجت بتاعهم، وبيطلعوا جري على المسابقه عشان يشتركوا فيها. وكالعاده المزعج مش بيسيب حد في حاله وبيفضل يستفز كل واحد فيهم شويه، لا
ومش كده بس، ده كمان بياخد منهم فلوس الاشتراك. لكن لوكا واصحابه بيقدروا انهم يحرقوا دم، واخيرا بينجحوا انهم يسجلوا فريقهم في بطولة بورتريسو، وعلى طول بيبدأ كل واحد فيهم يتدرب على الدور بتاعه في المسابقة. وما شاء الله بنلاقي لوكا مبدع وبيتقلب على بوزو من اولها، وبكده بيكون مش فاضل غير تمرين جوليا، بس للاسف مش بتلحق تاخد فرصتها بعد ما جالها ايروكولي وفضل يقرف فيهم كالعادة. اما بقى اهل لوكا كانوا بيعملوا حيلة تساعدهم في انهم يلاقوه، بالصدفة بيكتشفوا انهم موجودين قريب جدا منه. واخر اليوم بيروح البرتو عشان يساعد والد جوليا في شوية شغل، وجوليا بيخلالها الجو مع لوكا وبيقدروا يقربوا من بعض اكتر، ومش بيبطلوا كلام عن حياتهم وكل حاجة بيحلموا بيها، وكمان بتحاول تفهمه حقيقة كل حاجة شايفها حواليه. وساعتها بس بيفهم ان البرتو كان بيسرح بيه في شوية معلومات كلها غلط، لكن بينسى كل ده وبياخدوا خياله للعالم الافتراضي. وبتفضل جوليا تحكي له اكتر عن النظام الشمسي والمجرات من جوه الكتب بتاعتها، وساعتها بيطب عليهم البرتو وشكله كده والله اعلم بدأ يغير على صاحبه. وبعدها بنلاقي لوكا نفسه بقى يروح المدرسة، لكن البرتو بيفضل يحطم معنوياته بحجة ان وحوش البحر ما ينفعش اصلا يتعلموا، وبيطب عليهم ايريكولي عشان يرخم عليهم زي عادته، لكن بيقرر يسيبهم في حالهم لما بيعرفش ياخد منهم ولا حق ولا باطل. وتاني يوم بيفضلوا مكملين تدريباتهم بكل حماسة، وبنلاقي اهل لوكا كمان لسه مكملين بس في مسيرة البحث عنه، وخلاص بيبقى فاضل يومين على السباق، لكن ما شاء الله عليهم بيبقوا شغالين تطور كل يوم عن اليوم اللي قبله. وزي ما انتم شايفين اهل لوكا اخيرا بيلاقوه، بس للاسف بيهرب بسرعة البرق من قدامهم وما بيعرفوش يمسكوه. وساعتها بيوصل لقمة الجبل وبينبهر لما بيشوف قطر المدرسة لأول مرة في حياته. وفجأة غيرة البرتو بتخرب الدنيا لما بيحس ان لوكا عجبته فكرة انه ممكن يروح المدرسة، وبيلاقوا نفسهم بقوا واقعين في شبر مية، وهنا دماغهم بقت متسوحة بسبب ان اهدافهم بقت مختلفة. لوكا بيبقى عايز المدرسة والبرتو بيبقى عايز الفيسبا، وجوليا بتكون فرحانة لما بتطمن انهم بخير، لكن البرتو بيتعفرت اول لما لوكا بيسألها عن تفاصيل المدرسة، وشكله كده مش ناوي يجيبها البر. وساعتها بيقرر انه يكشف نفسه عشان يثبت لصاحبه انها مش هتقبل بحقيقتهم، لكن الغريب ان لوكا بيغدر بيه وبيعمل نفسه كانه مش عارفه. واول لما والد جوليا بيعرف ان البرتو اختفى بيقرر انه لازم ياخد بعضه ويروح عشان يدور عليه. وبالصدفه بتعرف جوليا ان لوكا كمان وحش بحري، وبتحاول تخليه يهرب قبل ما حد يشوفه من الصيادين. وساعتها بيروح يطمن على البرتو، ووقتها بيشوف بعينه انه عايش في بؤس بعد ما كل احلامه اتحطمت. ويا عيني بيطلع فعلا حكايته حكايه، وخصوصا بعد لما بنعرف ان باباه سابه وعايش لوحده من زمان. لكن لوكا بيقرر انه مش هيتخلى عنه ابدا، وانه لازم يفوز بالمسابقه عشان يصلح الدنيا البايظه بينه وبين صاحبه. وفي وقت ما كل الناس بتجهز للمسابقه، لوكا بيستخدم بدله البرتو عشان يحافظ على شكله تحت الميه، وخصوصا ان خفر السواحل كانوا مأمنين المنطقه، ولو عرفوا انه من وحوش البحر هيعملوا معاه السليمه. وبتنطلق بعد طول انتظار المرحله الاولى من المسابقه، وما شاء الله على جوليا بنلاقيها سباحه نمبر 1 وكانت مولعه الدنيا. وطبعا ايريكولي كان بيشد في شعره من كتر ما الفريق بتاعه كان سيء، وبيغش في المرحله الثانيه كمان عشان يكسب. واخيرا بيجي وقت السباق، وبالرغم من ان لوكا كان في الاخر لكن بنلاقيه شدت حيله على الاخر، ده حتى لما شاف اهله كمل وما هموش. وبيفضل ايريكولي يغلس على جوليا شمال ويمين عشان يحاول انه يعطلها، ولسوء الحظ بيحصل اللي كانوا خايفين منه، وساعتها بيجري البرتو طيران عشان يقف جنب لوكا في عز المطر، لكن ايريكولي بيعمل معاه الجلاشه وبيتفضح سره قدام كل الناس. وهنا بيقرر لوكا انه ينقذ صاحبه حتى لو ده كان اخر يوم في حياته. ساعتها بتبدا مطارده بينهم وبين ايريكولي اللي ما بيسميش عليهم وبيحاول ياخد اللقطه، بس الحمد لله بتقدر جوليا انها تنقذ اصحابها منه في اخر لحظه. وبعدها بيتجمع كل من هب ودب عشان يحاولوا يصطادوهم، لكن بابا جوليا بيتدخل وبيخرجهم زي الشعره من العجينه. وبكده نقدر نقول باي باي لامبراطوريه ايريكولي الظالمه في المدينه. وبالرغم من ان اهل لوكا كانوا زعلانين منه الا انهم كانوا فخورين جدا بيه. وهنا بتعلن لجنه التحكيم ان المستضعفين هم اللي قدروا يفوزوا بالبطوله السنه دي، وبكده بتقدر كل الناس في بورتريسو انها تتصالح مع وحوش البحر. واخيرا الحمد لله لوكا واصحابه قدروا يحققوا هدفهم ويجيبوا الفيسبا اللي كان نفسهم فيها. وللاسف بتيجي لحظه الفراق مع جوليا لانها لازم تسافر للمدرسه عشان العام الدراسي الجديد، لكن بعد كل حاجه حلوه ووحشه عاشوها سوا هيفضل كل واحد فيهم سايب علامه في قلب التاني مهما بعدت بينهم المسافات. وعشان كده انت كمان خليك قريب مننا واعمل احلى لايك واشترك معانا في القناه عشان يوصلك احلى بند.